اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ والله أجمل مربى في البيت علشان نحارب الغلاء يا بنات. صعب جدا لما تجيبي علبة المربى ب30 جنيه، وعشان تعملي شوية بسكوتات، شوية بتفور، أي حاجة، أو سندوتشات للأولاد، فصعب جدا. أحسن حاجة أجيب الخامة وأعملها في البيت، لأن البيت فيه سكر وفي الفانيليا، في كل حاجة. مفيش غير انك تشتري الفاكهة، وممكن تكون عندك كيلو ولا 2 كيلو فراولة. في رأيكم في التعديل قبل ما نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ اللي داخل على القناة جديد يا ريت يا ريت يدوس على زرار الجرس وكلمة الكل، ويكتب تعليق حلو كده مشجع علشان فيديوهاتي تاخد مشاهدات كبيرة. ويا ريت كده لايك حلو كده عشان يعلى وتكسبي ثواب، والناس كلها تتفرج عليه ويعرفوا، وان هو يعملوا مربى بانواعها ويحاربوا الغلاء. شايفين حلاوة المربى؟ والله العظيم جميلة جدا، روعة روعة روعة، بأجمل فراولة وأحلى فراولة. شايفين الجمال؟ ايه الحلاوة دي؟ يا عيني عليك يا سارة. العب يلا، العب 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 يا الحلاوة. شايفين الفراولة؟ شايفين؟ جميلة جميلة. شايفين الفراولة؟ هقول لكم قد ايه، وهقول لكم المكونات، وهقول لكم الكم كيلو كم سكر. وعملت ادي 3 علب برطمانات ازاز. فبصراحة جميلة جدا، وانا بصراحة والله ما بكذب عليكم، انا فرحانة جدا جدا اللي طلعتها جميلة بالشكل ده. يلا بينا زي ما انتوا شايفين كده اهو، نخش على القناة ونعمل المربى بتاعتنا الحلوة دي. بس يا ريت يا ريت كده اكد عليكم عشان خاطر، يلا حط يدك على خدك والله ما هتخسري حاجة. دوسي على زرار الجرس واعملي كلمة الجل عشان توصل لك كل فيديوهاتي. انا بشقى واتعب على الفيديوهات دي، بمنتج واصور وحدي واجيب المنتجات علشان والله بجيبها عشانكم. انا ما عليا باي حاجه، انا موجهه قد الدنيا، بس اشيل على قلبي اقول لا عشان حبايبي، لاني انا بحس ان انا معاكم، لما بحكي معاكم. يلا بينا كده علشان نخش ونبدأ نقول الخامات والمقادير وازاي هنعملها. توكلنا على الله ونسمي بالرحمن. معانا هنا انا بصراحة جبت 3 كيلو تمن. 3 كيلو تمن. قولي لي في الطبق دول تمن، ماشي. وطلعت للاولاد او للحاج او اي حد يعني حوالي نص كيلو، يعني نقول نعمل 2 كيلو ونص او 2 كيلو. قولي عملت 2 كيلو. انا غسلتهم الرملة وطلعت منهم التاج الاخضر بتاعه. وحتى اللي في الطبق دول على فكرة غسلهم، بس انا مخليهم للتصوير مع مع المربى. اهم حاجة انك انت تنقي الفراولة الحمراء، تنقي الفراولة الحمراء. وتنقيها جامدة، مش معفلطة ووحشة عشان ما تعملش ريحة وحشة. يعني بصي، اهم حاجة اول حاجة انك انت تنقي الفراولة الجامدة وتنقيها حلوة كده وحمرة، ما تنقيهاش المعفلطة. تاني حاجة انك انت تغسليها كتير، لان بتبقى تحت التاج بتاعها بيبقى رمل جامد. يعني يا ريت احسن حاجة تشيلي التاج الاول وبعد كده تعملي تعملي انك انت تغسليها. احنا معانا معانا نقوله 2 كيلو فراولة، بس انا حاساهم ان هم 2 كيلو ونص. بس نقول 2 كيلو، انا مش عايزة احليها قوي عشان السكر. وكل كيلو هنحط عليها كوباية ونص سكر. كل كيلو هنحط عليها كوباية ونص سكر وشوية فانيليا، وعصرة ليمون واحدة أو واحدة ونص. وده اللون معانا، لو انت حبيتي تحطي، ما حبيتيش خلاص خلاص ما تحطيش. وفي ناس تحطي نشا، معلقتين نشا تخن المربى، بس انا بصراحه ما حطيتش. وفي ناس تحط بنجر برضو، والله ما حطيت. وهنشوفوا مع بعض وايه اللي حصل. في دي انا بحب بقطعها قطع 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 صغيره. في ناس تعمل المربى اللي هي القطع، انك انت تسويها على النار بالقطع بتاعتها، وتضربيها بالهاند بريندر ضرب بسيط على ان تخلي منها قطع. انا بصراحه هقول لكم، مش هقول لكم، استنوا نجريش الفيديو ونشوفه كله. ايه رأيكم؟ هنشوف انتصار عملت ايه وايه اللي حصل معاها، علشان ما نسيبش الفيديو ونجريه ونبعد عنه.
بس اوعي اكون انا مضايقاكي. يا رب ما اكونش ضيفة تقيلة، اكونش ضيفة تقيلة عليكي انك انت تتضايقي ان انا ايه بقولك على معلومات حلوة. بس انا واثقة من معلوماتي. فانا بقطع معاكم الفراولة حتت حتت حتت. هتستفادي هنا. شوفي هنا بوريك ان الفراولايه ايه نوعها نظيفة ازاي وحلوة ازاي. في نقطة هنا هتعجبك ان انا هعملها، بس انا مش هقولك عليها دلوقتي، استني هتشوفي عملت ايه انا. يعني انا بختلف عن حد الحمد لله والله، وده كله من دماغي، انا ما بقتبس اي حاجة من حد خالص. بحمد ربنا واشكره، لاني انا مادة الاقتصاد المنزلي. يعني فيها التورتات، فيها المحفوظات، المربات، فيها كمان مربى الجزر، فيها الفراولة، فيها البرتقال. يعني بصي فيها كل حاجة. ايه اللي حصل هنا مع انصار؟ هي قطعت ايه الفراولة كلها في الحلة. انا اللي حسيت ان الطبق ما كفانيش عشان ياخد مساحة. احنا هنقوله ان دي 2 كيلو عشان انا مش عايزة اكتر سكر. الكيلو هنحط كيلو كوباية ونص على الكيلو، هحط كوباية ونص. يعني هتحطي كام يا مس؟ المس هتحط 3 كوبايات سكر. 3 كوبايات سكر. مش هحط فيها مية، ادي المفاجأة بس، مش هحط فيها مية. هسيب الفراولة مع السكر واقلبهم في بعض، واسيبهم لمدة 3 ساعات ل5 ساعات، من 3 ل5، واغطيها. لو عندك استرتش غطيها، لو عندك حلة زي كده بغطاها غطيها. هتبص هتلاقي الفراولة نزلت مية في السكر وتخينة. والله ما حطيت ريحة المية فيها. هنتركها كده مع بعض لمدة من 3 ساعات إلى 5 ساعات، وهنشوف ايه اللي هيجرى معانا. يلا بينا كده نستنى ونعمل اي حاجة في البيت. هنخلي الليمون، هنخلي اللون، وهنحضر البطرمانات. يلا نروح ونغسل البطرمانات ونعقمها ونغسلها. طبعا تعقمي البطرمانات، يا تحطيها على ميه مغليه كده بقها كده، يا تحطيها في فرن سخن. اهي شايفين، والله يا بنات ما نزلت، ما حطيت فيها نقطه ميه. والله ما حطيت فيها نقطه ميه. على فكره نسيت ما اقول لكم ان لازم تحضري فانيليا سايله، اي حاجه يعني. والله ما حطيت نقطه. هبدأ أروح أجيبها وأروح ضرباها في شفشق الخلاط على كده. ليه أنا عايزاها ما فيهاش حتت مقطعة؟ لا، أنا عايزة أضربها خالص. طب ليه يا مس؟ عايزة أضربها كلها علشان لو عملت بتفور، عملت بسكوتات، عملت أي حاجة، تبقى إيه؟ تبقى مضروبة جامد. لان لو انت بتلزقي بتفور مع بعضيه، ما ينفعش انك انت تلزقي وفيها يعني المربى فيها قطع، ما يبقاش مربى فيها قطع. لو حبيتوا في يوم ان انا اعمل لكم الفراولة او اي حاجة فيها قطع، قولولي وانا تحت امركم. بس يا ريت تقولولي، والله العظيم انا بتمنى ان تقولولي اي حاجة. اتمنى ان انا لما اقول لكم لو عايزين حاجة، انا بتمناها ان واحدة تقول لي انا عايزة حاجة، انا عايزة دي، انا عايزة دي، والله العظيم اجي اعملها لكم على عيني والله. انا عايزة يبقى في تفاعل. شايفين شايفين الفراولة انا ما غليتهاش، لان لو هتعمليها قطع انت هتسويها الاول على النار، لكن انا ما غليتهاش. انا استنيت لما نزلت ميتها كلها وضربتها، عشان انا مش هعمل قطع معايا. انا مش هعمل ايه قطع. هاخد بقية اللي هو اللي في الحلة الباقية واضربهم برضو، عشان احنا اكدنا ان احنا مش شايفين السايل اللي نازل بالسكر بالفراولة تخينة اصلا، تخينة. انا ما حطيتش نقطة مية، ما حطيتش. طبعا انا في سكر من في الحله كده اهو، فضيت شويه سائل وقلبتها جدا جامد، علشان ما ازودش باي ميه. يعني مش همسك الحله واحطها تحت الحنفيه اخد منها ميه ولا اي حاجه، لا. انا من نفس السائل اللي عندي في في الشفشه حطيته. اديني هضرب تاني. شايفين اللون ايه رايكم فيه؟ مش رايكم حلو جميل احمر؟ هو اصلا مش محتاج ان انا احط فيه حاجه. في ناس تحط فيه بنجر، في ناس، بس انا زي ما تقولوا ايه،
يعني لقيت نقطتين عندي في ازازه اللون اللي بتاعت الكيكات، فقلت ايه اغمق اللون شويه، يعني اغمق ايه اللون، يعني انت عارفين الاولاد او يحبوا الحاجه جاهزه. فحبيت اضحك عليهم واقول لهم ان انا جايبه المربى جاهزه. ليه؟ احنا بنحارب الغلاء. يعني انا بقول لكم انا جايبه ال3 كيلو تمن ب 40 جنيه، ب40 جنيه، وانا عندي سكر ما خدتش غير 3 كوبايات. يعني انت 3 كوبايات دي ما يجيش نص كيلو، لان الكيلو متهيألي 7 كوبايات، يعني او 6 او 6 ونص. يعني انا خدت بالظبط 3، وخدت ليمونة ونص، وخدت ايه ليمونة ونص، وخدت نقطة فانيليا مش سايلة، وخدت نقطة ليمونة مش سايلة. المهم انا طبعا دي الريمه، انا هبدا لازم تشيل الريمه، هجيب طبق واحط الريمه. على فكره انا والله العظيم انا مش هكدب عليك، لان انا عندي ايه، عندي الصدق. في ناس تيجي تقول لك ان ايه الريمه دي هرميها، لا انا مش هرميها، لاني انا لما هي بتهدي شويه هتبقى فيها تخنه جامده من الفراوله. ممكن اعمل بيها اي حاجه، اعمل بيها صوص فراوله، اعمل بيها صوص فراولة، احط معلقتين نشا عليهم بس، وهتبقى صوص فراولة وهتبقى حلوة، مش هتبقى وحشة. ليه؟ حرام، لاني انا ابقى اوريها لكم طلعت عيار كوباية بلاستيك، الريمة دي طلعت عيار بلاستيك. فقلت حرام ليه ارميها انا، لان هي في دلوقتي انا حاطه فيها سكر، وقولي كمان حاطه فيها ليمون، وحاطه فيها فانيليا، وطلعت عيار ريمه، عيار كامل والله، عيار كوبايه كامله ريمه. ليه انا ارميها؟ انا قلت هي كده كده تخنت، انا ممكن احط على معلقتين ليها نشا، وهعملها ايه صوص فراوله تنفع للجاتوهات، مش هتبقى وحشه. وهبقى اوريها لكم يا على القناة دي يا على قناة منوعات سارة 7 سيستم. أهو احنا مع بعض واحدة واحدة، شايفين اللون؟ ولا اكن الطماطم، والله شايفين اكن صلصة طماطم، والله يا بنات والله العظيم. انا نفسي اهو بتفرج معاكم عليه، والله اكن صلصة طماطم، ريحتها جميلة جميلة جميلة، والنتيجة بتاعتها روعة 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 بصراحة. بصراحة احنا كده بنحارب الغلاء. يعني انا لما هطلع البطرمان، انا البطرمان برا بيتباع ب30 جنيه، انا لما هعمل 3 بطرمانات او 3 الا ربع، بس انا عشان البطرمانين التانيين معبيهم خالص، فاعتبريهم 3 بطرمانات لغاية الرابع، ماشي. اعتبريهم دول ب90 جنيه، انا عاملاهم في البيت كلهم بحاجة لا تذكر. يعني انا مخليه يعتبر كيلو، خليه يعتبر كيلو في البيت، عاملة ال2 كيلو ب24 جنيه، قولي ب25 جنيه. 3 كوبايات سكر يخش لهم قولي برضو ب10، بس نقوله هي ب7 المفروض. يعني عندك الفانيليا موجودة في البيت، الفانيليا موجودة في البيت، اللون عندك موجود في البيت، ده اذا حطيتي، يعني ممكن ما تحطيش، يعني انا ممكن ما اكونش حطيت، بس انا حبيت ايه عشان انا ما حطيتش نشا، في ناس تحط نشا، في ناس تحط بنجر، فانا ما حطيتش حاجة، فالنقطة والله اللي كانت موجودة في العلبة يعني مش كتيرة يعني. وانا لسه بطلع في الريمة دي كلها، والله انا استفدت بيها، يعني انا لسه حاطة الكوباية دي في الفريزر، قلت لما هفضى هعملها صوص ايه فراولة. قلنا نحسب احنا مع بعض كده، قولي 25 جنيه على 7 جنيه، نقول كده 32، نقول الليمونة كده ب2 جنيه، ادي 32 34، يعني ما جاتش 40، ما جاتش 40، يعني قولي 40، قولي 40. ب40 جنيه عملت 4 علب فراولة، 4 علب مربى فراولة ب40 كده. يبقى كده بنحارب الغلاء ولا لا؟ بنحارب الغلاء ولا لا يا بنات؟ انت ممكن تعملي سندوتش للاطفال بيه بزبده، تحط عليه زبده يبقى يتكون اللي هي الزبده الفيرن دي. انا بصراحه بعمل سندوتش مربى بزبده فيرن جميله جدا جدا جدا. تعملي البيتي فور تزوقي بيه، تعملي شويه بسكوتات تزوقي بيها، يبقى انت بدل ما تجيبي العلبه يبقى انت موجوده عندك علبتين 3 في البيت.
يبقى كده وفرت. لان لو انت عندك شويه سمنه برضو عايزه تعملي شويه بيتي فور، ممكن عندك بيض في البيت ممكن. صعب صعب يا بنات. لازم ان احنا نحاول نحارب الحياة دي، ونحاول ما نضيقش على اولادنا، نعمل لهم هم اللي بيتمنوها. يعني العيل عايز مربى، عايز كيكاية. وعلى فكرة ممكن برضو هجيب لكم برضو عميلي كيك بدون بيض بدون سمنة ان شاء الله، برضو في فيديو من الفيديوهات ناوية اعملها لكم ان شاء الله. ادعوا لي ان شاء الله، بس ما تاخرش عنكم. لان طبعا كل سنة وانتم طيبين، داخلين على الامتحانات بتاعة ثالثة اعدادي، وشغالين امتحانات اولى اعدادي وتانية اعدادي. فطبعا بنلف على المدارس. احنا بلف على المدارس، وبعد الظهر الكنترول. فوالله شغل شاق جدا جدا عليا بصراحة. بس انا مدمناكم، انا بحبكم، انا بحبكم جدا والله العظيم يا حبايبي. بعشقكم. كان من كل، يعني كل المتابعيني، كل المتابعيني بحبهم جدا، من كبير لصغير، من برا مصر، من داخل مصر. شايفين الريمة دي كلها؟ شايفينها كلها اللي على الطبق دي كلها؟ انا بعد كده فضيتها في كوباية بلاستيك. هتقولي عليا بخيلة او حاجة، هقولك لا. انا يعني خوف على الحاجة وعلى الشقة والتعب، لان انا اللي بشتريها، انا بجيبها. فانا لما بصيت كده عن مش ريمة، يعني انا بسحب الريمة وابص الاقي معاها مربى، اسحب الريمة الاقي معاها اللي هي السائل الفراولة دي. ليه ارميها انا؟ هي ارميها هتبقى من فوق. وقلت حطيتها في كوباية بلاستيك، وان شاء الله زي ما قلت لكم انا هعملها ايه، هعملها صوص فراولة او اي حاجة تانية. يعني مش هرميها عشان نبقى عند المصداقية، عند مصداقيتنا. انا مش هرميها بصراحة. مش هقول اخ انا قرفانة، ليه؟ ده ريمة، وريمة دي ما فيهاش حاجة. فانا ايه، هعملها اي حاجة. يا احطها، يعمل لها، اجيب كيس جيلي واعملها جيلي، يحطها في كيكة. 60 فكرة ليها. انت ممكن تقعدي وتخترعي وتفكري. اللي فيه عين وراس يعمل زي الناس يا بنات. فخليكم شاطرين. انا من طول عمري، وانا ايام ما كنت مدرسه في المدارس، انا كان المديرين يقول لي ممتازه المس انتصار ممتازه، بتعرف كل حاجه. يعني تلاقيني ماشيه بادوات المفكات، بالمقص، بالسكين بكل حاجه يا بنات. والله كل حاجه تلاقيني، لا مؤاخذه يعني. الحمد لله يعني. بس هو الواحد تعب كتير وشيء كتير. بس يا رب تكونوا انتوا زينا او حاجة منينا يا رب. واتمنى بنات الحلوين اللي كانوا يعرفوني او درست لهم زمان يردوا عليا يقولوا ايه كانت المس انتصار معاهم في المدرسة يعني. دول انا هشيلهم وهحطهم في ايه، في كوبايه. شايفين الريمه كلها خدناها، وبدات ايه هوطي على النار انا علشان تستوي على مهلها، لان هي ما فيهاش ريحه الميه خالص خالص. والله والله ما فيها ريحه الميه خالص. انا حطيت السكر على البتاع دي، اديني هصفي الليمون. طبعا لازم تصفيه عشان لو في بذر فيها اي حاجه من الليمونه ما تضايقش اللي بياكل، او تنزل ويقول ايه ان انت انسانه مش نظيفه. ويا ريت اللي بيتابعني يا بنات يقول لي بيتابعني من فين. اديني انا حطيت ايه اللون، وهلاقي شويه فاضلين صغننين وهحطهم. هي ما كانش مستاهله والله. انتوا ايه رايكم في اللون؟ كان مستاهل انا احط لون؟ بس انا قلت ايه يمكن تغمق شويه عشان الاطفال اللي عندي وابني، لاني انا بحب اضحك عليهم، اقول لهم الحاجه دي انا مشتريها من بره. يعني في مره انا ركبت مروحه 3 مراوح في البيت، ضحكت على الحاج عبد الفتاح، قلت له ده جه الراجل الكهربائي ركبها. ركب زمان كانت الواحدة تتركب ب50 جنيه، قلت له جه ركب ال3 مراوح ب150، هاتهم. قال لي لا، عارفة الانتصار أنا انتصار شاطرة وقروبة. ما تجيبش حد، لأن شاطرة وهتعرف تركب، عارفني يعني. فبحب أضحك عليهم، أنا أقول لهم ده أنا عملت كذا جبت كذا، فزي كده. فأنا أدي اللي خلاني حطيت اللون زي ما بقول لكم يعني. بس ما رضيتش احط نشا، خليتها بطبيعيه، لان هي ما فيهاش ميه خالص، وكانت تخينه ومش محتاجه اي نشا خالص. هي يمكن طماطم انا بسلق معاها البنجر علشان يبقى فيتامين، على قد لو حطيت في دي برضو فيتامين، لان اللي هو يعمل اللي هي عن الدم ده يعني، فقر الدم. فهمان انت؟
فلو حطيت انا مش خساره يعني، حطي لو انت عايزه تحطي حطي، بس انا والله ما كانش عندي ساعتها يعني. لو كان عندي كنت حطيت ربع حته يعني، ربع البنجرايه، مش هكتر يعني عشان ما تغمقش قوي. فيلا كده يا حبايبي كده اللي قاعدين ومنوريني، يا ريت تخشوا على الفيديو كده وتدوسوا على زرار الجرس للي داخل القناة جديد وأول مرة يخش وشرفني طبعا، وهو فوق تاج راسي وأنا بكبر بيكم. يا ريت كمان كده تعليق حلو كده ويقول لي ايه رأيه في كلامي أو الفيديو بتاعي، ويا ريت كده ايه لايك حلو كده. فما تسرحيش، يلا كده فوق كده ايه وانت بتتفرجي انزلي من تحت، مش هتخسري حاجة وحط لايك. لاني انا الفيديو لو اتحطت له لايكات كتير هو هيخش مقترح على قد برضو، حتى لو دخل مقترح انا اهم حاجة عندي المشاهدات. يعني في فيديوهات تاخد مقترحات لكن ما بتاخدش مشاهدات، بس انا نفسي طبعا ان يا رب تخش مقترح وياخد مشاهدات مع بعض. اتمنى الاتنين مع بعض، اقتراح مقترح ومشاهدات، لان طبعا فريق العمل بتاع اليوتيوب بصراحة ناس محترمين جدا جدا وبيساعدوا الناس. فانا من هنا بحب اشكرهم واقول لهم شكرا على ايه وقوفكم على جنب اي ايه قنوات صغيرة. فيا رب اكون من ضمن القنوات اللي تكبر. طبعا انا هحط نقطتين فانيليا، ما تكتريش لان الفانيليا دي سايله. فبتمنى ان انا اكون من اليوتيوبر اللي هي اللي بتكبر وبتجري بسرعة الصاروخ يعني. احنا بعمل قنوات محترمة وما فيهاش اي غلط، وبنقدم يعني حاجات هادفة تعليمي نعلم بناتنا وحبايبنا. وعلى فكرة مش بنعلم بنات بس، والله العظيم أنا أعرف ناس بتشوف الفيديوهات رجالة وشباب بيقولوا والله يا أبلة وإحنا في الخارج في الكويت يا أبلة بنتعلم. في ناس في الكويت وناس في السعودية أعرفهم قالوا لي يا أبلة إحنا بنشوف فيديوهاتك وبنعمل زيك بالظبط، يعني أنا بتعجبني ومتابعاكي وبحب إيه أعمل زي ما بتعملي بالظبط. فمن هنا أنا بحب أشكرهم برضو زي ما بشكر فريق العمل بتاع اليوتيوب. بصراحة كل واحد بيشتغل في شغله بكل اجتهاد وحب، لأن كلنا بنحب إيه شغلنا ومادتنا. أنا بحب مادة الاقتصاد وبحب المطبخ وبحب بتاع دي ويا رب يهديني كده ويعفى عني، وبرضه أخش لكم أوضة المشغل وأعمل لكم حاجة خياطة، لأني بعدت عن خياطة شوية يمكن عشان أنا تعبانة شوية بيدي والعملية اللي عملتها وأنتوا عارفين بكده. فادعوا لي إن شاء الله يهديني ربنا وأقدر أخش المشغل وخيط لكم اي حاجه عندي. انا عندي مجموعه قماشات حلوه نفسي بصراحه اخيط لكم. انا بوريكم هنا ان تعرفوا ازاي استوت بالمعلقه انت كده اهو، وتمسكي بيدك كده عند المربى ان هي لو ما اتضمتش على بعض تاني وثابت زي ما هي المسافه اعرف ان هي استوت. طبعا انا هعبي البطرمانات وبحضر منديل امسح حوالين البطرمان علشان يبقى نظيف من بره ما يبقاش متسخ. فاهم حاجه، لاني انا الثلاثه دول شلت منهم اتنين وخليت واحد بس ياكلوه علشان حرام ما تسيبهمش من بره تحطيهم في التلاجة. يعني انا بصراحه عشان انا المصداقيه برضو بقولك ما حطيتهوش في التلاجة، بس حطيته في الفريزر في الديب فريزر، حطيت البطرمانين في الديب فريزر والتالت خليته في التلاجة. لو عايزاه هطلعه، هو مش هيجمد قوي يعني. بصراحة جميل، شوفوا المنظر جميل والله زي الطماطم يا بنات. انا طبعا حطيت عليه منديل قلت علشان ايه يعني حطيته على منديل ورق علشان انضفه حوالين ده، لان النظافة مهمة جدا جدا، ما تبقاش متسخ ونازل اي حاجة في الجناب. فايه رأيكم انتوا في كلامي؟ يعني انا احب ان انا بتكلم تردوا عليا يعني بصراحة، وقولوا لي ايه رأيكم لما نعمل حلقة مباشرة ونحكي مع بعض. قولوا لي ايه رأيكم عايزين امتى وامتى الميعاد، يعني قولوا لي. بس اهم حاجة ان لو طلبتوا حلقة مباشرة يا ريت كلنا نحضر مع بعض عشان احس ان انا بحكي معاكم وناخد وندي مع بعض، ما حدش اللي انا بحكي في هوا او مع نفسي. فنفسي اعمل حلقة مباشرة واحكي معاكم ونحكي كده كل اللي جوانا، لان انا بحبكم جدا وعايزه احكي اللي جوايا معاكم وانتوا تردوا عليا ونحكي مع بعض وناخد اراء بعض في بعض الموضوعات.
ويا ريت كده تقولوا لي بعض الموضوعات، تقولوا لي ايه الموضوع اللي يعجبكم انا اتكلم معاكم فيه. بصراحة احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض. اول حاجة في الغلاء اللي احنا فيه ده، هنوفر ازاي ونعمل ازاي ونعمل الاكل ازاي والحياة الصعبة دي. يعني حاجات كتير يا بنات، حاجات كتير. شايفين؟ ايه رأيكم؟ اها، رحت اجيب معلقة اللي هي معلقة السيليكون دي، عشان ايه؟ اسحب كل اللي في الحلة وافضيه في البطرمان، في البطرمانات، لان انا عبيت بطرمانين وادي التالت. والله يا بنات وكتاب الله ما بضحك عليكم، بصور وحدي وادبلج وحدي واحمل وحدي يعني. بصي، واجيب لكم الخامات كلها من مطرح وانا وجايه من الشغل. يعني انا محتاجه وقفكم جنبي بصراحه، ومحتاجه ان كنت المشاهدات. يعني شوفين اهي، شايفين؟ يعني حبه صغيرين يا بنات، اللي هي يعني اعتبرهم 3 بطرمانات. لو البطرمان ده لغايه الدايرة اللي هو البق بتاعها، كان ممكن يعبي البطرمان التالت. اهم، شايفين؟ مم. قولوا لي ايه رأيكم بقى. طبعا بحب النظافة. اول باول ايه، مسحت الرخامة كده اهو، وهمسح البطرمانات اهي. شايفين؟ اها، البطرمان ده مسحاه، وده برضو مسحته انا ونظفته. مم. همسح البطرمان التاني، بس هو ايه زي ما تقولي علشان فاضي حوالي يمكن 3 سنتي 4 سنتي من فوق اهو. هنغطيهم. على فكرة، نفس اقول لكم على فكرة، لو انت هتحطيه في التلاجة البطرمانات، يا ريت تقلبيه على وشه علشان ما يخيمش. تقلبيه ايه على وشه، يعني لو حطيتيه في التلاجة اقلبيه على الغطا، مش تحطيه كده وانا حطاه كده، لا اقلبيه. ليه؟ لما تقلبيه مش هيخش له اي هوا خالص. او حطي عليه بلاستيكايه، كيس بلاستيك او اي حاجه، وغطيه واحكميه جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو كده عجبكم، واكون عند حسن ظنكم، وتكون راضيين على الفيديو، على جمال الفيديو، وان هو مش صعب جدا، سهل خالص خالص خالص. ويا رب تكونوا ايه، تقولوا لي ردكم، اني احتاج ردكم جدا. اهي، شايفين المربى؟ هوريكم المربى ازاي تخينه اهي. جميلة الله. والله وعلى كده يا بنات كانت سخنة، يعني مش باردة أوي، سخنة. ده لو بردت هتبقى أدخن من كده، يعني مش محتاجة، كانت نشف خالص اهي. شايفين التخنة قد ايه؟ شايفين اهي؟ يعني بتنزل بصعوبة يعني اهي. شايفين اهي؟ جميلة. حاجة في البيت. لو عايزين كمان المربى القطع ممكن أعملها لكم، قولولي وأنا أعملها لكم لو طلبتوها. انا اديكم عينيا والله، والله العظيم يا بنات اديكم عينيا. انا بحبكم جدا جدا، وبفرح بتعليقاتكم جدا، لدرجة انا بستنى تعليق علشان ارد على طول. يعني ما باخرش على رد حد ابدا. يعني بفرح، عارفين زي العيلة الصغيرة اللي بتجيب لها هدوم يوم العيد وتنام بالهدوم كده معاها كده جوه على السرير، انا كده استنى تعليق يجي، او يمكن اصحى الفجر اصلي ولا حاجه، واروح واخده ايه، لو لقيت تعليق ارد عليه في الفجر، ما بخلش عليكم. يلا كده، اللي داخل كده ويقول لي ايه رأيه في الفيديو ده، واللي داخل اول مرة على القناة يا ريت يدوس على زرار الجرس، كلمة الكل. الكل هتلاقي فيه 2، في جرس ابيض وجرس اسود، كلمة الكل، علشان توصل لك كل فيديوهاتي كده، وتعملي لايك حلو كده. ويا ريت اللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من اي بلد، من داخل مصر، من خارج مصر، من الصعيد، من بحري. يا ريت كده اقول لكم إيه تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو الحلو ده. واحب اقول لكم السلام عليكم، واستودعتكم عند الله لا يضيع الودائع.